نصيحة ولازم أنا أقولها. محدش هيأذيك غير اللي أنت كنت واقف معاه، ومحدش هيجي عليك غير اللي أنت كنت دايما بتسنده. وفي مثل بيقول اللي يصعب عليك يفقرك، ودي حقيقة. مش هقولك خليك قاسي مع الناس، ولكن خليك حافظ على نفسك، وما تكونش مفرط جدا في كل حاجة بتعملها مع اللي حواليك أيا كان يكون مين. ما تعملش دايما بالعاطفة، ان محدش هيخليك تندم على كل حاجة غير الشخص اللي انت وقفت معاه. واحد بيحكي لي حكاية، بيقول لي كنت شغال في شغل وكانت الحياة معايا كويسة جدا، واكتشف ان في واحد قريب ليه ما بيشتغلش. فقال لصاحب الشغل انا عندي حد محتاج شغل. قال له هاته. جابوا الشغل وشغلوا معاه، والامور بقت كويسة، وشكروا جدا في البداية، ووقف على رجليه وبقى حد كويس. ثم بدأ يقول في كلام مش كويس وكلام مش حلو، وان الشخص ده مش كويس، وان الشخص ده ماديا او امانيا مش عندوش امانة. الكلام ده فضل يقوله لصاحب الشغل لحد ما مشى الشخص اللي كان جايبه يشتغل. فندم جدا اللي هو عمل الحركة دي. ولكن مش معنى ذلك انك ما تساعدش حد، لا ساعد، ولكن خليك فاكر ان اللي يصعب عليك يفقرك. بلاش تيجي على نفسك عشان خاطر حد، بلاش تيجي على شغلك عشان خاطر حد. ساعد لكن ما تكونش مفرط في كل حاجة. محدش هيخليك تندم على كل حاجة حلوة بتعملها غير الشخص اللي انت كنت كويس جدا معاه. السلام عليكم، اشوفكم على خير.